فادعوا لعامة المسلمين. لكن كانوا مشايخنا يقولون لأن كلمة المسلمين لا شك إذا تقصدها الأمور بمقاصدها، لكن الاحتياط زين. الاحتياط يعني أنا أقول الآن، هل تحب أنك لا دعيت للمسلمين أنه الخميني يدخل معك في الدعاء؟ لا والله خسأ، لا هو ولا اللي أمثاله كلهم، ولا لا؟ لكن احنا نشهد أنهم على الإسلام، الأصل فيهم شنو؟ وأهل البدع والأهواء وغيرها. لذلك كان أذكر يعني شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري يقول لا بد من التحفظ في الدعاء للمسلمين. قال كيفك أنت شوف لك صيغة يقول أنه دعائك فعلا يكون لمن تحب من المسلمين، لأن في ناس يسمون أنفسهم مسلمين لكن يبون لك الشر يا شيخ. نعم، يعني تقويتهم وخيريتهم شر على عامة الإسلام والمسلمين. هو طبعا بدأها أذكر يعني حفظه الله ونفع به وعافاه الله من المرض والبلاء، لأن كانوا يجيبون الجنائز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا طبعا كل ما قال الصلاة على الميت الله أكبر قال أنتم تصلون على كل جنازة؟ قلت له إيه قال يا دراويش يقول قال ما تعرفون أن الرافضة اللي في المدينة إذا مات ميتهم يغسلونه في المغسل الخاص لهم مدفن خاص، ترى ما يدفنهم في البقيع، الرافضة ما يدفنهم في البقيع، لا مستحيل، ولاء وبراء يا شيخ، حتى البقيع ما يبونه. لكن بعد الغسيل يجيبونه للصلاة وين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد مكة يا شيخ، للصلاة يجيبونه. قال يغشوننا، يجيبون لك إياه على أنه مسلم ومنكم يلا إيش صلوا واجتهدوا في الدعاء، ويصلي عليه الشيخ علي الحذيفي ولا المشايخ الكبار، وأنت تصلي وتجتهد في الدعاء، تخلص في الدعاء للميت، وهو خبيث رافضي يا شيخ. قلنا كيف يا شيخ؟ قال أبا تشوف، قال انتبه لهم وهم يجيبون الجنازة، معروفين النخاولة اللي في المدينة، رافضة المدينة معروفين. نعم، فقال إما أنك تشوف أو إذا كنت بعيد ما تشوف أهل الجنازة اشترط. قلنا خلاص شيخنا كيف نشترط؟ قال أبدا، قال أنا طول عمري هكذا، إذا شفته والله ما أصلي عليه، لكن إذا ما شفته وأنا بعيد قال أصلي وأشترط في دعائي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. دائما نقولها صحيح، لكن قال زيد عليها واحدة، وشهدوا لجميع أصحاب نبيك بالولاية، جميع الصحابة. هذه يموت منها الرافضي، ما في رافضي في الدنيا يشهد لجميع الصحابة بماذا؟ بالولاية يا شيخ. أو قول أهل السنة والجماعة، كيفك؟ فالشاهد حفظناها، أذكر أنا من يعني يومها، وكنا نقولها دائما حتى في خطبة الجمعة. وبعدين تضايقوا بعض الرافضة قالوا هذا يطلعنا طلع أبوك من الدعاء، أنا أشتغل عندك، أنا أدعي لك أنت وأمثالك، وأنت تسب أبو بكر وتسب عمر وإحنا نشتغل لك بالدعاء؟ لا والله ما نبي الدعاء ولا رائحة الدعاء أنها تقرب عندكم يا شيخ، نتقرب إلى الله بعدم يعني اقترابكم من إيش ولا اقتراب الدعاء منكم، والله نتقرب إلى الله بهذا.